شكرا لك عبد العزيز. قبل لحظات من الآن مر من هنا الكابتن رقراقي صديقي يوسف، زميل يوسف في المنتخب المغربي، صداقة طويلة لسنوات طويلة تربط بين الاثنين، وبالتالي كان هناك حديث سريع بين يوسف بين رقراقي الذي كان واضح جدا يوسف أنه متأثر جدا. ربما كمية الضغط التي وضعت على هذا الرجل أكبر ليس من أي مدرب، أكبر من أي شخص شارك في هذه البطولة، أليس كذلك؟ طبعا هو كان محبط جدا، كان يريد تحقيق هذا اللقب، لأنه كما قلنا كل الجماهير كانت تنتظر. ضغوطات كثيرة كانت عليهم قبل بداية هذه البطولة بالمطالبة بالفوز، لأنه 50 عام لم نفز بهذه البطولة. لكن أعتقد هذه حال كرة القدم. أظن المنتخب قدم مباريات كبيرة، بطولة جيدة. صحيح أننا لم نوفق في مباراة نهائية، وهذه حال كرة القدم. كانت هناك بعض الأخطاء يجب تصحيحها، كانت هناك بعض الاختيارات يجب إعادة النظر فيها. وتكلموا الإخوان على المباراة، أظن أن السنغال استحقت الفوز، لكن الشيء للأسف هو الأحداث اللي صارت في المباراة نتمنى أن لا تتكرر. في عملية خصوصا المدرب عندما طالب اللاعبين بالخروج من الملعب، لكن كما قلنا صاني هذه قوة اللاعبين الكبار، لاعبين خبرة ولاعبين تجربة، أعاد لاعبين إلى الملعب، رغم أن أول شيء ضربة جزاء كانت صحيحة، ثاني شيء حتى الهدف اللي سجل كان هناك صافرة حكم قبل يسجل الهدف. هنا الآن ساديو ماني. Congratulations brother, great to see you again, pleasure to have you here. Please ساديو please. please. هو ساديو ماني يريد you will come back, take your time. ساديو ماني أراد أن يكون في هذا اللقاء مع بي إن سبورتس، مسؤول الاتحاد الأفريقي رفضت ذلك، لكن قال سأعود لكم، تربطنا صداقة جيدة بهذا الرجل الذي أشاد به جمال سلامي كثيرا. قال بأن كان له دور كبير في إنقاذ هذه المباراة النهائية بعد أن أقنع لاعبيه بالعودة. هذا الرجل كما ذكرنا يوسف قدم بطولة كبيرة، جائزة أفضل لاعب في البطولة جاءت أعتقد ليس فقط من جانب فني، فنيا لا نختلف على مستوى ساديو ماني الذي قدم بطولة كبيرة، لكن أيضا من ناحية القيادة. وشاهدنا لقطة تتويج، لو عدنا للقطة التتويج مرة أخرى سنجد أن الكل أجمع على ارتداء ماني لشارة القيادة، وهو لا يريد أصلا شارة القيادة. فاز بالشامبيونز ليج، فاز بالبريمير ليج، فاز بكل شيء يوسف، ومع ذلك لم يكن يريد أن يحمل الكأس. أصر الجميع على أن يرتدي هو شارة القيادة وأن يحمل كأس أفريقيا. أول شيء هو لأنه لاعب كبير، محمد لاعب عنده خبرة وتجربة. أظن أنه آخر بطولة عندما صرح أنا آخر بطولة ستكون مع المنتخب وتمثيل المنتخب، وبالتالي كان هناك ربما إهداء خصوصا كوليبالي لأهداها قيادة الفريق لكي يحمل هذا اللقب. لاعب كبير جدا، لاعب وصل إلى نضج كبير ولا زال في هذه اللقطة. نعم. واضح كان اتفاق بين كوليبالي، إدريسا غاناغي، وحتى مندي وحتى مدرب الفريق على أن يرتدي هو شارة القيادة. نعم. وهذه رسالة للجميع. أحيانا يوسف النجم عندما يصل للنجومية لا يريد المزيد من الأضواء، وصل إلى مرحلة التشبع، يريد أن يأخذ النجومية شخص آخر. هذا ما أراده ماني، لكن الكل أصر على أن يحمل هو كأس البطولة. طبعا هي رسالة محمد لكل اللاعبين ولكل اللاعبين الشباب واللاعبين الموهوبين. أول شيء التواضع مهم جدا، التواضع، العمل، ثم تكون عندك دائما هذه الروح وهذا حب الوطن وحب الفريق لكي دائما تكون في المستوى، وعليك أن تشتغل ودائما تحفز وتشجع زملائك. هذه صفات اللاعب كبير واللاعب قدوة واللاعب أسطورة. وماني كما قلت ستفتقد الكرة الإفريقية طبعا، لأن فاز بالكثير من الألقاب، ثاني لقب مع منتخب السنغال، لقب أفريقي، وبالتالي هو يستحق الإشادات من زملائه من الصحافة من كل شيء. وأعتقد أن الآن التفكير في من سيخلف ماني لو لم يعد عن قرار التعديل. هو وفى بوعده ليكون معنا. ساديو my brother, first of all I'm happy to see you after many years. Congratulations for what you did. I think in the history of Africa we saw lots of legends, big names, lots of big names. الكثير من الأسماء الكبيرة، الكثير من الأساطير أتوا إلى قارة أفريقيا كذلك، وأسطورة أخرى تمر من هذه القارة مرة أخرى. فزت بكل شيء، الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، وهذا ثاني لقب لك، 3 نهائيات في 4 نسخ. ماذا تقول بعد هذا الإنجاز؟ سعيدون جدا من أجلك. Thank you. شكرا.
شكرا جزيلا على كل هذا المدح. شكرا. أظن بأن الانتظار كان طويلا، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي، ولكن أنا ممتن جدا. سأقول الحمد لله على كل شيء، واليوم يوم كبير جدا بالنسبة لي. نعم، أنا لدي بعض الأحاسيس المختلطة فعلا، لكنني سعيد جدا، وكما ذكرت أسماء كبيرة جدا مرت بهذه القارة، وأنا أردت أن أكتب قصتي كذلك في هذه القارة. ساديو، هل كان قرارك بأن تقنع اللاعبين بأن يعودوا ويواصلوا المباراة بعد ضربة الجزاء؟ الأمر الغريب هنا هو أن الفريق والمدرب الكل قرر إيقاف المباراة وعدم المواصلة، وبصراحة الفريق قرر أن يغادر الملعب. لذا أنا لم أفهم ولم أتفهم ما حدث، لذا أخذت نصائح بعض الأشخاص من حولي وقالوا لي كلا، يجب أن تواصل المباراة وتقول للجميع أن يعودوا، وهذا ما فعلته. ذهبت وقلت للمدرب كلا، لا يمكن أن نفعل ذلك، أنا لا يهمني فيما يحدث، يجب أن نلعب، وهذا ما فعلناه، وكنا محظوظين بطبيعة الحال. ولكن أظن بأن سيكون من الجنوني أن نوقف المباراة هكذا، لأن العالم يتابعنا. هل هذه آخر مباراة لك مع المنتخب أم ستعود؟ هل هي آخر مباراة لك مع المنتخب أم أنك ستعود وتبقى؟ سوف أحاول أن ألعب كأس العالم وبعدها أتوقف. ساديو، الكثير من الأشخاص عندما قررت أن تذهب من البايرن إلى النصر قالوا بأنه ذهب هناك للأموال، ولكن نسخة ماني التي رأيناها في هذه الكأس هي ماني ساوثهامبتون. أنت كأنك في 20 من العمر تركض حتى 120 دقيقة، ما شاء الله. نعم، الكثير من الأشخاص تحدثوا عن هذا الانتقال، ولكن الدوري السعودي تنافسي للغاية، يجب أن تعرفوا ذلك، وأنا أعمل جاهدا يوميا كي أكون موجودا في مستوى جيد وكبير. لذا شكرا على المدح مرة أخرى، ولكن أنا أحاول العمل دائما جاهدا، والدوري السعودي قوي جدا جدا، وأفضل حارس في هذه البطولة كذلك من الدوري السعودي بونو من الهلال. نعم، وهذا دليل ممتاز يبرز بأن كل من يتحدث عن الدوري السعودي لا يعرف عما يتحدث بالمرة. هذا أحد أفضل الدوريات في العالم. شكرا جزيلا لك وتهانينا. شكرا لبقاء على وعدك والعودة معنا. شكرا. أشكر ساديو ماني عريس هذه البطولة. بصراحة أنا أردت أن أختتم بنقطة الحديث عن الدوري السعودي، لأنها تركز على عقلية اللاعب. يوسف، شاهدنا ماني، شاهدنا كريستيانو رونالدو، أموال ما شاء الله يعني مليارات، خليها عنك، ومع ذلك هناك دافع، هناك رغبة، هناك دائما فخر تمثيل المنتخب، ارتداء قميص المنتخب، بغض النظر عما حقق. ماني حقق كل شيء، لا يحتاج لكأس افريقيا اخرى، وفاز اصلا بكأس افريقيا، لكن شاهدنا فخره بارتدائه لشارة القائد، بتمثيله لمنتخب بلاده، بجري حتى الدقيقة 120 وهو تقريبا في اخر مشوار الدولي على الاقل. يوسف، هذوما قيمة الاساطير محمد. انت بتتكلم على ماني، تتكلم على كريستيانو رونالدو، نفس الشيء مع البرتغال، على ميسي مع الارجنتين. كل اللاعبين الكبار لا يهم اللاعبين حققوا كل شيء في حياتهم، لا على المستوى المادي، على مستوى الالقاب، لكن الاهم شيء بالنسبه لهم هو وطنهم، تحقيق الالقاب للمنتخب، وتبقى في الذاكره. حينما تسال ماني الان تقول له ما هو احسن لقب، يقول لك كاس افريقيا. صحيح. مع المنتخب لا يهمك دوري الابطال ولا الدوري ولا كاس ولا احسن لاعب، دائما يبقى تحقيقك لدوري مع منتخب بلدك هو الافضل. وانا اعتقد يوسف هذه النسخه اصعب من 2021 طبعا. فنيا هذه النسخه كانت صعبه، فيها 10 منتخبات قويه طبعا، هي الافضل لانه كانت اول شيء. محمد، خليني اشكر المسؤولين على مستوى التنظيم، على مستوى الملاعب، على مستوى الامن، على مستوى كل شيء، على البنيات التحتيه، على الامكانيات اللي وفروها لكل المنتخبات، لم اقامه، لم ملاعب تدريب. سهر كبير لكل ولاة ولكل المسؤولين في كل المدن اللي احتضنت كأس العالم، كأس أفريقيا، على الروح الوطنية اللي تحلوا بها، وتعاملوا مع كل المشاكل بذكاء وبعقلانية.